أجمل بداية ممكن يتمناها أي مدرب في مباراة نهائي. المباراة اللي بدت ب1-0، أنا بحكي عن مباراة أتلانتا يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا. ما بالك إذا كان المدرب أليجري اللي كأنه إجته من السماء. مباراة بلشت ب1-0 في الدقيقة الرابعة. أتلانتا يوفنتوس شو اللي صار؟ أتلانتا دخل بتشكيلته المعهودة 3-4-2-1، فيما يوفنتوس برضه دخل بتشكيلته المعهودة 3-5-2. يوفنتوس بدأ المباراة ما بدون جس نبض، او اتلانتا بدون جس نبض. المباراة كانت حامية من اولها. اللي صار في الدقيقة الرابعة، جابي بيتحرك لطرف الملعب بيسحب معه كتلاري، كان بياسو بوخ طرف الملعب، بالتالي بيخلي روجيرو قريب منه، بينفتح المجال لتمريرة عميقة لوستر ماكيني منه لكن بياسو ياخذها على صدره يضربها ورا الدفاع، لانه ديرون كان مع ماكيني، فتولدت مساحة في الفراغ بالجهة اليسرى، تمكن من خلال فلوفيتش انه يحرز الهدف الاول. طبعا السرعه في التنفيذ ما بتيجي من قرار وليد اللحظه، هاي اللقطه مدربين عليها. بالاخص كنت تشوف يوفنتوس طول الشوط الاول هو بيضغط على الجهه اليسرى. ليش؟ لانه ديرون دائما كان يتقدم. ديرون بتقدم مكان بازاليتش، لانه بازاليتش كان يتقدم برضه حتى يساعد الهجوم، فلذلك ديرون كان ياخذ مكانه. فاللقطه هاي متدربين عليها، والدليل سرعه التنفيذ، والدليل بانه دائما كان في فراغ بالجهه اليسرى، يعني هم كانوا عارفين شو بيشتغلوا. المهم تم ليوفنتوس ما أراد، هدف ل0 في الدقيقة الرابعة. الشوط الأول تقريبا ما كان فيه أحداث كثيرة، هو هذا الحدث اللي كان واضح. الشوط الثاني شو اللي صار فيه؟ الشوط الثاني أول ما بلش فيه أتلانتا طلع جيمس سيتي، خلاه يتقدم أكثر حتى يصير في تركيز على الكرات العرضية. يعني كان روجيرو كان جيمس سيتي يتقدم، فبالتالي كان زي ما كوستا يطلع أكثر، فكان يلعب كرات عرضية، يعتمد على أطوال اللاعبين في الكرات الرأسية. طبعا اللي صار في لقطة مهمة كنت حاب أحكي عنها، التبديل اللي صار للشاب نيكولاس. بصراحة بتشوف فلاهوفيتش شخصية قوية وقيادية راح يصير في اليوفنتوس. يعني هو راح على اللاعب، مع انه هو مش الكابتن، هو راح على اللاعب وشجعه وحرص الجماهير انها تشجعه. ومش بس اكثر من لقطة كانت تلاقي فلاهوفيتش يعني عنده جرينتا بالملعب وحاب النادي. هذا اشي ممكن اليوفنتوس يربط عليه. يعني لما انت راح يصير في تغيير فني نهاية الموسم، راح يصير اكيد في خربطة، واي لاعب ممكن ما يثق بالمستوى، او ممكن ما يثق بالتغيير اللي راح يصير. لكن لما تكون انت حاب النادي وبتعطي من قلبك للنادي، فهاي نقطة ايجابية بتكون انك انت ممكن تيجي حالك شوي وتكمل. فاللي بشوف بصراحة انه فلاهوفيتش بالمرحلة القادمة الا ما يكون له كلمة مضبوطة بالنادي، يعني ممكن يكون حتى الكابتن بعد ما يطلع دانييلو، لانه فعلا بحب النادي وقاعد بيتعب. بعد هيك اللي صار، انا برضو اللي بدي احكي عن فلوفيتش باللقطة الهدف الثاني. يعني الفار تصور انه لغى الهدف لانه تسلل، لانه ركبة الصابونة تبعت فلوفيتش كانت متقدمة على كوع المدافع. يعني التكنولوجيا مرات مش لهالدرجة، يعني مش عارف. يعني معقول ركبة الصابونة متقدمة على الكوع؟ يعني ثاني مرة راح نصير نعمل درس تشريح للفار، مش يعني. المهم لغوا الهدف. بصراحة التكنولوجيا مرات، يعني كرة القدم انتشرت بسبب بساطتها، لأنك أنت بتحط حجرين بالملعب بالشارع وبتلعب كرة قدم. شوي شوي الأمور راح تصير أصعب. أتمنى إنه ما يأثر على شعبية اللعبة هاي، لأنه بصراحة يعني صابونة الركبة متقدمة على الكوع فصار التسلل، يعني إشي أوفر بصراحة. المهم بعد ما انتهت المباراة على 1-0، ويوفنتوس بيستاهل انه يتحقق اللقب او انه يحقق اللقب. لكن اللي صار قبل هيك، لما تشوف انت أليجري العصبية اللي هو كان فيها، قديش كان في عليه ضغوط كثيرة، واضح انه صار في عنده مشاكل بينه وبين الإدارة ما كان يحكي عنها. بس المشكلة انه الإدارة صدرته للإعلام، يعني ما كانت تدافع عنه. أليجري كان لحاله بوجه المشجعين وبوجه الصحافة فهي ما كانت تدافع عنه. واضح انه كان في مشاكل بيناتهم، لذلك هو انفجر. هو كان بده اي اشي، يعني هو بده يفوز باللقب، هذا لازم بده يوجه رسالة للكل انه انا هنا بفوز بالالقاب، وانه المشكلة مش من عندي. طبعا احنا يعني ما بنختلف على القيمة الفنية لأليجري، بس هو ادواته مش زيادة. يعني هو حط حاله بموقف ادواته مش قوية. احنا شفنا لما كان معه هيغوين بالهجوم، لما كان فريق قوي كان يصل نهائي، لكن حاليا مش ماشي الامور. طبعا مش معنى الحكي هذا انه ياخذ فرصة اخرى، الموضوع انتهى.
بينه وبين يوفنتوس الموضوع انتهى، ما اعتقد يعني راح يصير لا الجماهير قبليته ولا الاداره قبليته، يعني راح يغرد لحاله بالسر، ما اعتقد. السؤال بس كالتالي: بعد ما يروح أليجري مين المدرب المناسب؟ او السؤال الاكثر مناسبة: هل برأيك الادارة قادرة انها تحمل المدرب اللي راح يجي؟ هل هي ادارة قوية بتحمل المدرب اذا صار عنده اي خطأ او كذا؟ لا تنسى انه راح يبلش مشروع من اوله. عندك بالاعداد للموسم الصيفي عندك اوروبا، وعندك كاس العالم للانديه. يعني انت اعدادك اصلا ما راح يكون مزبوط، او مش راح يكون بالطريقه المثلى. فكيف راح يبلش الموسم معه؟ اكيد راح يكون في عنده اخطاء. هل الاداره راح تحميه؟ هون السؤال. طبعا ببارك لمشجعين اليوفنتوس، الف الف مبروك، وبيستحقوا الفرحه هاي. اليوفنتوس فريق كبير ولازم يرجع. احنا بنحكي بدوري ابطال اوروبا حاليا، ايطاليا 5 افرقه، بس ايطاليا يعني فيها فريق بولونيا. اذا تياغو موتا كمل معه شيء ممتاز، فما بالك اذا ما كمل. تياغو موتا راح يلعب مع انديه بالتشامبيونز ليج عارفه فريقه اكثر منه، في عندها داتا عن فريقه بجزء من لما بلش بدايه لعب كره القدم. فراح يتعرض لمواقف صعبه، وصعب انك بدك الكل صار يعرف لك هسه، يعني الكل راح يتعامل مع بولونيا انها الفريق الثالث بالدوري، مش بولونيا الفريق اللي بينافس على الهبوط. فلذلك اللعب راح يكون صعب. فبدنا فرق ايطاليه تكون قويه: يوفنتوس، انتر، ميلان، اتلانتا، فرق هاي اللي يكون عظمها قوي، اللي إلها على المنافسه الاوروبيه حتى يحافظ على المركز الخامس لاوروبا لايطاليا، مش يروح هو مره واحده وخلص راح. نهايه الفيديو اتمنى انكم تكونوا استمتعتم، كل الاحترام. اتمنى مره واخرى اني التقي معكم في مرات جديده. سعدت بلقياكم، في امان الله.